تخيل معايا راجل واقف لوحده في عز البرد وحواليه تلج من كل مكان. البرد قارس والضلمة شديدة، وبيمسك بندقيته ويحطها في دماغه. وبعدين وقف، مش عشان خاف ومش عشان ندم، لا، هو سمع صوت عواء ذئب من بعيد، وكأن في حاجة قالت له جواه مش دلوقتي. فيلم ذا جراي، فيلم علم ولا خيال مؤلف؟ الفيلم بيبدأ براجل اسمه جون أوتواي اللي بيمثل دوره ليام نيسون، وده بيشتغل قناص في شركة بترول في مكان مفيش حد عاوز أصلا يكون فيه. يعني كل يوم بيصحى الصبح شغلته عبارة يا إما يقتل ذئب يا إما ذئب يجي ياكله. أوتواي دايما عنده زوجة دايما بيفكر فيها وبيحلم بيها وبيكتب لها جوابات، بس وهو بيحكي عنها كأنه موجوع، وكأن زوجته دي مش موجودة أو رحلت من زمن بعيد. وبيكتب لها جواب وبيقول لها فيه بقيت تعبان منهم ومن نفسي. وبياخد بندقيته وبيطلع بره الاستراحة بتاعت الشركة وبيقعد في التلج لوحده وبيحاول ينتحر. وفجأة بيسمع صوت الذئب اللي خلاه يتراجع عن موقفه. وده مهم جدا لأن الراجل ده كان في حالة بيسميها علماء الأعصاب suicidal ideation. يعني إيه suicidal ideation؟ يعني إن أنت ممكن يكون عندك أفكار انتحارية، بس في قرار يجيلك فجأة يخليك تتراجع عن الأفكار دي. نيجي هنا لسؤال، إيه اللي ممكن يوقف الإنسان في اللحظة اللي زي دي؟ الجواب هنا مش إرادة ولا قوة، لا، هو عامل خارجي. افتكر ذكرى حلوة، افتكر حد بيحبه، سمع صوت من بعيد، حركة غريبة جنب منه. حاجات زي كده ممكن تخليه يتراجع عن قراره. وفي دراسة نشرتها هارفارد ميديكال سكول سنة 2016 على 515 حالة، لقيت ان اكتر من 90% من اللي تراجعوا في اخر لحظة قالوا ان في شيء شد انتباههم. بيجي مكالمة للشركة بيقولوا لهم اخلوا المكان عشان في عاصفة ثلجية شديدة هتيجي في المكان اللي هم فيه في خلال ساعات. فكل عمال الشركة بيروحوا يركبوا الطيارة اللي هتوصلهم لأمريكا. رحلة عادية جدا وبتبقى عبارة عن ناس تعبانة. وفجأة الطيارة ابتدت تاخد شكل غلط، اهتزاز، إضاءة بترعش، صريخ وصوت محركات بتتكسر. الطيارة اتقسمت نصين من شدة العاصفة وهي طايرة أصلا، ووقعت في قلب ألاسكا في مكان محدش يعرف اسمه أصلا، ودرجة حرارة 40 تحت الصفر وليل دامس. في مشهد تحطم الطيارة أوتواي بيقول جملة مهمة جدا: اللحظة اللي الطيارة اتكسرت فيها في الجو أنا ما حسيتش بخوف، أنا حسيت بهدوء. وده اسمه تونيك ايموبيليتي، يعني شلل الخوف. ودي استجابة بيولوجية قديمة جدا. لما الجسم بيحس ان في خطر جاي ومفيش مفر منه بيطلق هرمونات بتخدر الجسم وبتخلق حالة من الهدوء التام. وفي ناس نجيت فعلا من حوادث طيران، حوادث حروب، وصفوا نفس الشعور بتاع اوتواي في الفيلم بالظبط. يعني المشهد مش مجرد دراما، جسمك بيحاول يحميك في اخر لحظة. الطيارة بتقع وفجأة بيصحى اوتواي بيلاقي فيه 7 غيره بس هما اللي نجيوا من الطيارة. واحد بيصرخ، واحد ما بيتحركش، واحد بيبص في الفراغ، ومعاهم اوتواي اللي كان بيحاول ينتحر بس من ساعتين. وده كان اول واحد بدأ فيهم انه يتحرك، مش عشان هو اشجع، لا، عشان هو الوحيد اللي عنده المعرفة. بيحاول يجمع 8 اللي نجوا وبيحسب الجروح وبيبدأ يشرح لهم الموقف، وبيقول لهم مفيش حد هيجي ينقذنا عشان المكان اللي احنا موجودين فيه ده ملهوش اسم على الخريطة اصلا. يعني باختصار احنا اللي لازم ننقذ نفسنا. وهنا بيحصل اول كونفليكت في المجموعة. دياز، وده عبارة عن شاب عدواني وشايف ان اوتواي بيتكلم كتير اصلا، وبيقول له انت مين عينك قائد علينا عشان اصلا نسمع كلامك. اوتواي هنا مرضش بعصبية ولا بخوف، وبمنتهى الهدوء قال له انا اللي عينتني الشركة عشان احميكم من الذئاب اللي احنا وقعنا في ارضها. فعلا دياز هنا بيسكت تماما، لان الكلام اللي بيقوله اوتواي ده مش ناتج عن قوة ولا عن جاهية، لا، هو بجد فعلا كده. ودياز كان عارف ان ده القناص اللي بيحميهم من الذئاب، فطبيعي كلامه يبقى منطقي. والناس في الازمات بتتبع الحقيقة مش الصوت العالي. علم الأزمات بيقول إيه؟ إن في أي كارثة الناس بتنقسم إلى 3 أنواع فورا. النوع الأول من 10 ل 15%، ودول بيفوقوا على طول عشان يقدروا يتصرفوا. النوع الثاني وعبارة عن 75% بتجيلهم صدمة ويتجمدوا تماما. النوع الثالث وهم بيبقوا عبارة من 10 إلى 15%، ودول بيضروا نفسهم والناس اللي حواليهم. أوتواي من النوع الأول، ودياز بيبان إن هو من النوع الثالث، وباقي المجموعة اللي نجوا من الطيارة هم من ال 75%. والمعلومة الصحيحة اللي عملها الفيلم إن القائد في الأزمات مش اللي صوته عالي، القائد في الأزمات هو اللي عنده معلومة حقيقية وبيقدمها بثقة وبهدوء، وهو ده اللي الناس بتتبعه غريزيا. نرجع للفيلم، وأول ليلة بيقضوها لوحدهم في عز التلج، بيجمعوا حطام الطيارة وعملوا نار زي أي مجموعة بتبقى في صحراء من ملايين السنين أو في تلج. دايما المجموعة بتلم أي شيء جنبها وبتولع نار. وأوتواي هنا بدأ يقول لهم إحنا في أرض ذئاب رمادية، ودي التريتوري بتاعتهم ولازم نمشي منها. قبل ما حد يرد عليه بيسمعوا صوت عواء قوي جدا ومش من بعيد،
من قريب، بيبصوا وراهم بيلاقوا عيون بتلمع. الذئاب كانت مراقباهم من أول لحظة. نيجي هنا لسؤال، هل الذئاب في الواقع بتعمل كده فعلا؟ ممكن تراقب مجموعة وتحاول تتربص بيهم علميا؟ الذئاب بتعمل كده فعلا، بس مش بالطريقة اللي الفيلم قدمها. الحقيقة الواقعية ان الذئاب الرمادية او الكانيس لوبس عندها تريتوري بتدافع عنه بشراسة قوية جدا. التريتوري دي بتبدأ من 50 كيلو متر ل1000 كيلو متر، وبتتعامل مع اي دخيل غريب كتهديد محتمل، خصوصا في موسم التزاوج والولادة. بتبقى أقوى وأشرس من أي وقت تاني، بتبقى عدوانية بشكل استثنائي. بس في مبالغة بسيطة، إن الذئاب نادر جدا إنها تهاجم البشر. مش هتصدق إن في دراسة استمرت لمدة 400 سنة. أنت متخيل؟ من سنة 1580 ل 2002 كم حالة افتراس من الذئاب للبشر؟ 9 حالات بس. الدراسة دي شملت كل أوروبا وأمريكا الشمالية. 9 حالات في 400 سنة. أنت متخيل؟ يعني نادر جدا. مش معنى كده ان الذئاب أليفة او سهل ان انت تتعامل معاها، لا ابدا، دي اشرس انواع الحيوانات المفترسة دي من السباع، وعلى قمة الهرم الغذائي. الفيلم هنا بالغ شوية في العدوانية، بس دراميا كان ممتاز جدا. بس برضو لو انت في ضلمة وفي عز التلج وشايف في عيون حيوانات بتلمع حواليك، عمرك ما هتفكر في احصائيات يا معلم، هتموت من الخوف وهتتجمد مكانك. وده بالظبط اللي حصل. الليلة الاولى عدت وصحيوا على برد اشد. واحد من المجموعة اسمه لويندن، وده بدأ يتصرف بشكل غريب جدا. في درجة حرارة 40 تحت الصفر بدأ يفك هدومه. أوتواي عرف فورا إن اللي بيحصل له ده مش مجرد جنان، ده اسمه هيبوثيرميا. يعني إيه هيبوثيرميا؟ هيبوثيرميا معناها انخفاض درجة حرارة الجسم الحاد، ودي بتمر ب3 مراحل بيتغير فيها المخ قبل الجسم. المرحلة الأولى ودي بتبقى من درجة 37 درجة ل 32 درجة مئوية. الجسم فيها بيرتجف وبيرتعش بشدة كبيرة جدا، وده دفاع تلقائي. الدم بيتسحب من الأطراف عشان يحمي الأعضاء الداخلية. انت بتحس ببرد شديد جدا بس عقلك لسه شغال. المرحله الثانيه بتبقى من 32 درجه ل 28 درجه مئويه. هنا الارتجاف بيقف تماما، ودي علامه خطر مش تحسن. المخ هنا بيبدا يبعت معلومات غلط، وفي اللحظه دي الناس بتاخد قرارات مجنونه وهي شايفه ان هي بتعمل الصح. المرحله الثالثه ودي بتبقى تحت ال 28 درجه مئويه، ودي اسمها بارادوكسيكال اندريسنج. الشخص هنا بيبدا يخلع هدومه ويحس بحراره مفاجاه، وده بيحصل لان الاوعيه الدمويه المحيطه بتبتدي تتوسع، وبعدين القلب بيقف تماما. لويندن هنا كان في المرحله الثالثه ومفيش اي شيء ممكن يساعده. مات لويندن في عز برد الاسكا، وكان اول واحد يموت من المجموعه. كل اللي بيحصل ده والذئاب ما مشيتش ولا هربت، هي بتراقبهم واحد واحد. ولما الصبح جه قرروا يمشوا. كان قرار اوتواي انهم لو قعدوا هيبقى في خطر عليهم، فشاف ان هم لازم يتحركوا ناحيه الغابه عشان على امل ان هم ممكن يلاقوا ناس او موارد. لكن كل ما اتحركوا الذئاب كانت بتتحرك معاهم. طيب نيجي هنا لسؤال، هل سلوك الذئاب في الفيلم حقيقي وبيحصل في الحقيقه؟ التتبع والمراقبه من بعيد في قدر من الحقيقه. الذئاب ودي ابيكس بريداتورز، يعني على قمه الهرم الغذائي، ومن اذكى الحيوانات المفترسه في كل الحيوانات. في دراسة من جامعة أوبسالا السويدية أثبتت إن الذئاب بتقدر تحل مشاكل معقدة وبتتعلم من الملاحظة أسرع من الكلاب الأليفة أصلا. قطيع الذئاب في العموم بيشتغل بتقسيم أدوار منظم جدا. في مجموعة ذئاب اللي هي مخصصة لمطاردة الفريسة، وفي مجموعة تانية بتستنى وبتقطع الطريق، وفي مجموعة تالتة بتراقب وتحدد الفريسة الضعيفة. وده حقيقة علمية عن الذئاب، إن الذئاب بتهاجم الضعيف في الأول، ودي مش مجرد غريزة، لا ده تكنيك في الصيد. وده بالظبط اللي الفيلم بيصوره عن الذئاب، وده صح 100%. المجموعه مشيت والذئاب بتتابعهم، وكأن الحياه والموت ماشيين مع بعض في الطريق. المجموعه بدأت تتعلم ان البقاء مش بس للاقوى ومش دايما يكون للقوي. هنريك الولد الصغير في المجموعه بقى بيتكلم اكتر من اللازم. اوتواي لاحظ ده وعرف هنريك بيعمل ليه كده. اللي بيعمل كده بيضيع طاقه مش هيعرف يجيبها تاني في عز البرد اللي هم فيه. فلينري واحد تاني بدأ يتأخر في المشي، وكل ما حد يلاحظ ان هو متأخر عنهم يقول لهم انا تمام. ومره واحده انفصل عن المجموعه لثواني معدوده، وكانت الثواني كافيه جدا لان الذئاب ما بتسيبش فرصه. الموت بالعزله في الكوارث مش مصادفه، ده قانون انساني. بيولوجيا الانسان محتاج المجموعه للبقاء، ودي مش مجرد رفاهيه، دي ضروره حيويه. الانعزال في الازمات بيرفع هرمون الكورتيزول بشكل حاد جدا، وده بينتج عنه ان هو بيخفض القدره على التركيز وبيضعف جهاز المناعه في ساعات معدوده. في دراسه عملتها جامعه هارفارد على ناس حقيقيين لمده 5
85 سنة عشان تكتشف ان اقوى عامل للبقاء والصحة مش الاكل ولا الرياضة ولا الجينات اصلا. اقوى عامل للبقاء هو جودة العلاقات الانسانية. اللي عنده ناس يحس معاهم بالامان عمره اطول واصابته بالامراض اقل بكتير. نرجع للفيلم وفي واحد معاهم اسمه تالجت. تالجت كان اهدى واحد في المجموعة، مش اشجعهم ولا اقواهم، بس كان اهدى واحد. والاهدى ده كان دايما بيفكر قبل ما بيتكلم، وكان شايل صورة بنته في جيبه. وفي ليلة من الليالي كانوا قاعدين وسط النار واتوي بيسأله ايه اللي بيخليك تكمل. تلجت مسك الصورة ووريها له وقال له دي بيكملوا الصبح عشان يوصلوا عند نهر متجمد. وهم بيعدوا النهر الجليد كان رقيق جدا. تلجت وهو بيعدي النهر فجأة الجليد بيتكسر وبيقع في النهر. اتوي بيجري عليه وبيطلعه من النهر، بس في درجة الحرارة دي المية بتكون قاتلة. وتلجت هنا بيعرف انه خلاص بيودع، بدأ يوصف بنته وفي لحظة هو بيتكلم مات. اللي حصل مع تلجت بيشرحه عالم النفس فيكتور فرانكل اللي نجا من معسكرات الاعتقال النازية. كتب بعد خروجه في كتابه الشهير الإنسان يبحث عن معنى إن اللي نجا في المعسكرات ما كانش الأقوى جسديا، حد بيستناه، حلم بيكمل عشانه، مهمة محتاج يخلصها. اللي فقد السبب فقد كل شيء. تلجت عاش أكتر من ناس كتير في المجموعة، ودي مش صدفة. وفي دراسة أثبتت إن اللي بيحددوا سبب البقاء أثناء الأزمة بيكون معدل نجاتهم الجسدي والنفسي أعلى بشكل ملحوظ. نرجع للفيلم والمجموعة بقت أصغر والذئاب ما اتغيرتش، لكن أوتوي لاحظ حاجة، إن كل ما المجموعة بتصغر الذئاب بتقرب. ودي مش صدفة، ده سلوك حقيقي للذئاب، إن الذئاب بتشوف الضعف فين وبتروح له، وده ذكاء. نرجع للفيلم وأوتوي بيلاقي نفسه في مواجهة مع ذئب واحد بس، فيس تو فيس، مش مع القطيع كله، لا، مع ذئب واحد. ديب بيقيم ديب، بس الديب ده مين؟ الألفا اللي بيحكم القطيع كله. أوتوي عارف إنه لو جري خلاص هو كده مات. وسع كتفه ورفع صدره عشان يبان إن هو أضخم، وعينه في عين الذئب. ديب بيقيم فعلا ديب. الذئب بصله ومشي. وده سلوك موثق للذئاب ولكل الحيوانات المفترسة. الحيوانات المفترسة ذكية جدا في قراءة لغة الجسد، هي أصلا بتقرأ البادي لانجوج قبل ما بتهاجم. التوسع في الحجم والثبات والثقة والتواصل البصري المباشر دي علامات فريسة مش سهلة، فبتخلي المفترس يعيد حساباته. لكن الأهم إن الجري أصلا هو أسوأ استجابة ممكنة، لأن الجري بيفعل في المفترس غريزة الملاحقة تلقائيا، وده بيرفع احتمال الهجوم. نفس المبدأ ده موثق في دراسات على دببة وأسود والنمور. نرجع للفيلم وفي ليلة من الليالي دياز اللي كان عدواني في الأول قعد جنب أوتوي وسأله أنت خايف؟ أوتوي قال له أيوه طبيعي. قال له خايف من إيه؟ أوتوي رد عليه وقال له إني أموت من غير ما يكون في معنى لموتي. الخوف من الموت، أو تحديدا الخوف من الموت بدون معنى، ده اسمه existential terror، وله علم كامل في نظرية اسمها TMT، يعني Terror Management Theory، ودي اللي طورها 3 من العلماء اسمهم سولومون وبيشنسكي وجرينبرج. بتقول ان كل سلوك الانسان تقريبا عبارة عن تشكيلة من خوفه بس من الفناء. الطريقة الوحيدة اللي الإنسان يقدر يتعامل بيها مع كل ده إنه يخلق معنى، زي دين، أسرة، علاقة، حب، هدف للحياة، أي شيء يقول من خلاله إنه له أثر. لما الإنسان بيفقد المعنى اللي في حياته أو السبب اللي هو عايش عشانه بيكون أضعف من ضعيف حتى لو كان قوته جبارة. أوتوي في بداية الفيلم فقد زوجته، وده كان سبب ضعفه في البداية، ورحلته في الفيلم هي رحلة لاكتشاف نفسه أصلا واكتشاف معنى لوجوده. دياز نفس الراجل اللي كان عدواني في أول الفيلم بقى إنسان تاني خالص، مش لأن الظروف غيرته، لأ، هي ظروف وضحت اللي هو كان مداريه في الأول. في مشهد هادي جدا دياز بص للسماء وبيقول لأوتوي في الصحراء الأسد بيموت وفي التلج الذئب بيموت ومفيش حد بيكسب. عشان يرد عليه أوتوي ويقول له صح بس بنحارب. الجملة دي تحديدا حاجة علمية عميقة جدا في علم النفس، خصوصا علم النفس الإيجابي اللي طوروه كالهون وتيتشي، عشان بيقول إن الصدمة مش بالضرورة تدمر الإنسان. في ناس كتير جدا بيوصفوا إن أصعب لحظات حياتهم هي نقطة التحول الحقيقية اللي يعرفوها، وهو ده علم النفس الإيجابي، إن هم بيعالجوا نفسهم من رحم المعاناة، من فقدان شريك، فقدان حد بيحبوه، صدمة، حادثة، كارثة. هنا يقدروا يتحولوا عشان يقوموا من أول وجديد ويبقوا أحسن. مش دياز وبيفضل أوتوي لوحده كل ده. ومين اللي بيراقب من بعيد؟ الذئاب. أوتوي بيفضل ماشي والذئاب ما بتجيلهوش لحد ما أوتوي بيوصل لجحر الذئاب نفسه. يعني كل الطريق اللي فات والناس اللي ماتت والتلج والكوارث اللي شافوها اصلا كان الطريق اللي الذئاب مش عايزاهم ان هم يروحوه من الاول، لان ده وكرهم.
بيقف أوتواي في أرض الذئاب والألفة قدامه، وبدل ما يجري أو يستسلم بيشيل شنطته من على كتفه وبيفتحها وبيطلع كل الأغراض اللي جمعها من زمايله اللي كانوا معاه، ويبدأ يطلع من الشنطة أزايز دواء ويحطها ما بين صوابعه ويلف عليها شريط لحام، وفجأة بيكسر الإزاز ده في الشجرة اللي جنبه وبيبدأ عشان يحارب وبيجري على الذئب. والنهاية المفتوحة دي مش إهمال في الكتابة، بالعكس دي عبقرية واختيار فلسفي قوي جدا. بيقول حاجة واحدة بس، ان كتير من المعارك في حياة البني ادم بيبقى عارف ان هو خسرانها، بس هو اللي بيقرر هيحارب ولا يستسلم. علم الاعصاب بيقول ان مخ الانسان بيشتغل بشكل مختلف تماما لما الانسان يتخذ بقرار المواجهة بدل الهروب. البريفرونتال كورتكس بيتفاعل والكورتيزول بيقل. في دراسة اثبتت ان في ناجيين كتير جدا من لحظات حاسمة في حياتهم وصفوا لحظة قرار المواجهة ان هم اول مرة يحسوا ان هم احياء لمجرد بس ان هو قرر انه يواجه. الخوف هنا مش عكس الشجاعة، الخوف هو الشرط الاساسي للشجاعة. مفيش معنى انك تكون شجاع من غير خوف. طيب بعد الرغي ده كله يا عم، انا ايه داخل يا عم بالذئاب وتلج والديب بيقيم ديب وكلام؟ انا مالي، انت مش في الاسكا ومفيش ذئاب، وبعد الشر عنك وعن السامعين من اي طيارة بتقع، بس كل واحد فينا جواه النسخة الجراي بتاعته. ايام كتير بيحس ان الدنيا كلها ضده، وان في خسارة ما توقعهاش، وانك حاسس ببرد ما يفرقش كتير عن برد الاسكا، وان في ذئاب حواليك وفي حياتك انت مش عارف هما بيعملوا معاك كده ليه. ممكن يكون ضغط الشغل، مشكلة صحية، احساس انك لوحدك، علاقات سامة، ظلم تعرضت له كتير. والعلم في كل ده بيقول لك حاجة واحدة بس، الفرق مش في القوة، الفرق في القرار. قرار انك تتحرك، قرار انك تبقى مع ناس، قرار انك تلاقي سبب لحياتك، قرار انك لما تنكسر تقرر تكمل. اوتواي كان بيحاول ينتحر قبل الطياره ما تقع، وعاش اكتر من كل الناس اللي كانوا معاه، مش عشان هو اقوى واحد فيهم، عشان في لحظه واحده بس قرر انه يكمل. وهو ده فيلمنا، فيلم رائع جدا، ذا جراي للعبقري ليام نيسون، من افضل الافلام اللي ممكن تشوفها وانت عامل اتموسفير معين. فيلم مشوق جدا، فيه سسبنس عالي جدا، ممتاز لدرجه كبيره. تقييمه بالنسبه لي جيد. لو عجبتك الحلقه اعمل فولو واعمل سبسكرايب، واكتب في الكومنتات ايه نوعيه الافلام اللي انت تحب ان احنا نقدمها. والسلام عليكم.